استاد القاهرة ليه هيبة، أكيد جمهور الأهلي ليه هيبة كبيرة. النادي الأهلي أكبر هيبة، خلت فريق كبير جدا زي العين بطل أبطال آسيا ولسه لاعب قدام فرقة كلها نجوم زي الهلال بيعمل قدامهم ماتش عالمي، ينزل مهزوز. والأهلي طبعا استنى الهزة اللي جاية من الهيبة دي وانقض على فرقة العين، التهمها أول تلت ساعة أو نص ساعة في الشوط الأولاني لحد ما أحرز وسام أبو علي الهدف. يعني ما سابش الفرصة، انقض عليهم انقضاد، قتل الفرقة دي تماما نفسيا، وقدر يكون بطل نص الكوكب. الأهلي بطل أبطال أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا. مبروك لجمهور النادي الأهلي، الأداء، النتيجة، البطولة، الرهبة، وقبلهم الهيبة. يلا نخش في التفاصيل. تخيل بتلعب فرقه متجاوبه بالنجوم زي ديت وهي بطل اسيا، الاسيا القاره اللي المفروض انها قويه جدا كرويا، وبتبقى فرقه زي دي اول فرصه محققه او يمكن فيها نسبه خطوره او ريحه الخطوره بتيجي في الدقيقه 86 من رأسيه بعرضيه بعد فرقه الاهلي اللي لسه من 4 ايام لعبه 120 دقيقه ماراثون كبير جدا قدام الغريم التقليدي نادي الزمالك غير ضربات الجزاء. دي ملخص الماتش، الدقيقة 86 أول فرصة فيها ريحة الخطورة لنادي العين. الأهلي النهاردة أكل حرفيا فرقة العين، وكولر بلع كريسبو تكتيكيا. انت نزلت زي ما قلت في مقدمة الحلقة، استغليت الهيبة الهيبة اللي انت جاي بيها وبجمهورك قبل أي شيء، والفرقه الثانيه نزلت مهزوزه. فرقه العين كانت تحس انها نازله الماتش مش شايفه، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه تحس انها تايهه في ارض الملعب. والاهلي طبعا استغل الفرصه وداس داس داس داس، ولولا الرعونه وعدم التوفيق كان ممكن اول نص ساعه دي تخلص مش اقل من 3-0. ولكن النهايه كانت 3-0 اداء وروحا وتكتيكا وكل حاجه. الاهلي بطل ابطال نص الكوكب زي ما احنا قلنا، النهارده بيلعب يعني الكليه. فاكرين زمان كان يقعد جمهور الاهلي يقول لك والاهلي فتح الكليه، لكن بيرد على مدرسه الفن والهندسه للزمالك. النهارده فعلا فتح الكليه والماجستير والدكتوراه باداء ولا اروع، بروح ولا اروع، مع الوضع في الاعتبار ان انت الفرقه الثانيه مرتاحه بقالها مده طويله ولعبت ماتش الدوري او الكاس معرفش اللي هي لعبته دوت كانت بالاحتياطي. انت كنت مسافر رايح لعبت ماتشين في 4 ايام، منهم ماتش قدام الغريم التقليدي وصل ل 120 دقيقه ارهقك ذهنيا وبدنيا وعصبيا، لكن في خلال 4 ايام تخللهم سفريه 4 ساعات قدرت ترجع وتعمل عمليه استشفاء ذهني، ودي اهم حاجه اكتر من البدني، وعصبيا استشفاء عصبي في غضون 4 ايام. دي استشفاء ما يوصلش ليه غير الفرق الكبيره ولا كبيره الا الاهلي. كولر نزل النهارده بنفس التشكيل بتاع الماتش اللي فات، الشناوي في حراسه المرمى والباكات يحيى عطيه الله، ومعاه الناحيه الثانيه اكرم توفيق، وقلبين الملعب رغم ان كان في ناس بتوقع ان اشرف داري يبدا، لكن استمرارا للروح القتاليه والاداء الرائع لياسر ابراهيم الماتشين اللي فاتوا كان موجود النهارده، ورامي ربيعه عمل استشفاء سريع. نص الملعب زي ما هو كوكا ومروان، يعني الاثنين الجدد المجهولين اللي ما سمعتش اسمهم طول الماتش، ولكن ما حسيتش اصلا ان فرقه العين قدرت تعدي نص الملعب علشان تسمع عنهم، لان انت الاثنين دول كانوا قافلينها ضبه ومفتاح. ومعاهم طبعا امام عاشور اللي النهارده يعني اقدر اقول ان هو بدا يطلع شويه في مستواه، مش عايز اقول ان هو 10/10 لان في كور كتير قوي لعب برعونه، وفي كور طول فيها، وفي كور ما كانش مركز فيها، ولكن النهارده بنقول ان هو 40-50% مستواه رجع، ومع الهدف العالمي اللي طبعا اللي هو جابه، والوينجين محمد طاهر اللي ممتاز دفاعيا بس لسه هجوميا انا عليه عامل استفهام. حسين الشحات على فكره ذهنه مش صافي رغم ان هو ادى النهارده احسن شويه، وطبعا العبقري وسام ابو علي المهاجم الاهلي كان بيحتاجه
طول الفتره اللي فاتت وجدوا، وشفنا في الهدف الاول الذكاء، هو ده المهاجم اللي احنا بندور عليه، اللي هو يطلع ويستغل النص فرصه من ضغط وغلطه قدر يخطف الهدف الاول، رغم ان هو غلطه من الدفاع ولكن هو تكليل لجهود النص ساعه اللي قبليها اللي اهلي مسك الملعب بالطول والعرض احتله تماما، وما كانش فيه اي صوره او اي منظر موجود لفرقه العين. سفيان رحيمي اللي كلنا كنا متخوفين منه النهارده ما كانش موجود. الكريسبو المدرب اللي واقف على الخط كان بيسقف للتطفيش اللي بيعمله العين، لان هو كان حاسس ان فرقته مضروبه ضربه مدروخاها وحاسس ان هم مش مركزين. حاول بكل الطرق ان هو يغير ده، ولكن ابداع لاعيبه الاهلي وتكتيك كولر والروح، وطبعا قبل كل دول طبعا توفيق ربنا ثم الجمهور اللي كان موجود في الملعب يحرك الصخر. وملعب القاهره النهارده كان شكله مش مبهر، عدى موضوع الابهار بكتير جدا. التشكيل ده النهارده إن ممكن يكون هو تشكيل نادي الزمالك، ولكن انت كنت شايف مرونه اكتر، حريه اكتر، شايف حاجات كتير جدا ايجابيه على ارض الملعب ممكن تكون مفتقدينها الفتره اللي فاتت، سواء كان من الماتشات اللي لعبناها في افريقيا مرورا بماتش السوبر الافريقي اللي كان فعلا انا قلت وكتبت ان فعلا ده اسوأ ماتش تحت قياده كولر. الفرقه لا روح ولا تكتيك ولا عزيمه ولا اصرار ولا اي حاجه خالص. وثم كاس السوبر اللي برضه ماتش سيراميكا كليوباترا ما كانش حلو. ماتش الزمالك شويه بدأنا الشوط الاولاني نقف على رجلينا، الشوط الثاني نص نص. النهارده انت بتلعب 70 80% من الماتش باداء راقي جدا، عاقل جدا، ناضج جدا، سيطرت على الملعب بالطول والعرض وقدرت تحرز بطولة مهمة معنويا وتوصل لماتش اكثر اهمية ان انت تلاعب الفرق اللي احنا بندور عليها دايما، تكون مواجهات رسمية مع فرق عالمية، وهتلاعب الفائز من بطل امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وفي الدوحة يوم 18 ديسمبر على ما اتذكر. واتمنى بقى نبقى مرة نضرب موعد في النهائي مع بطل اوروبا. احنا لعبنا ابطال اوروبا قبل كده سواء بايرن ميونخ او ريال مدريد بس في ادوار نصف نهائي، وما لعبناش قبل كده النهائي. فاتمنى تكون المره دي لان يستحقها اللعيبه اللي قدرت بسرعه جدا تعمل اوفركم من المجهود اللي عملته الموسم اللي فات، ضعف فترة الإعداد، الرجوع للماتشات ورجوع بأداء باهت وإحباط بخسارة وفوز بطلوع الروح في بطولة السوبر، وكل ده قدرت الفرقة تطلع بيه النهاردة تكون في أوج تألقها. طبعا كجمهور النادي الأهلي ماتش وعدى، بطولة نصها وعدى، خدت نص الكاس بتاع البطولة ديت، لازم تبص لقدام. أنت داخل على معمعة، ده كله لطيف ظريف. سوبر خسرته بضربات جزاء وكسبت سوبر ضربات جزاء، وصلت لبطولة الانتر كونتيننتال خدت النص بتاع الافرو اسيوي وهتلعب التاني، ولكن داخلين على افريقيا عشان نقدر نكمل المسيره، داخلين على الدوري، والدوري السنه دي مهم جدا لان بيراميدز واقف على رجله، سيراميكا واقفه على رجلها، زد اعتقد نضج اكتر، الزمالك السنه دي مستواه احسن كتير طبعا بمراحل من الفتره اللي فاتت. وحابب بس ان انا اقول ان الحمد لله ان لعيبه الزمالك سواء شلبي او دونجا ومعاهم طبعا كابتن عبد الواحد السيد، اعتقد ان هو طلع لهم امر رئاسي من الشيخ محمد بن زايد بالعفو الرئاسي، واعتقد ان هم في اجراءات وهتخرج. الموضوع ده انت عارفين ان انا في البرنامج عندي ما بحبش دايما اتكلم عن المشاكل، ولكن دول ابناء بلدك في محنه غلطانين غلطانين. الاهم بالنسبه لي ان مجلس ادارتهم ما دافعش عنهم بالشكل السليم وما تعملش بحنكه، وهو يتحمل المسؤوليه كامله. الخناقه اللي حصلت في الملعب ممكن تحصل في اي حته في العالم، ولكن اعتقد ان هم كانوا محتاجين، او يعني الاشقاء في دوله الامارات كانوا محتاجين مجرد كلمه اعتذار بطريقه حلوه عشان الموضوع يتلم، ولكن العنجهيه اللي اتعامل بيها مجلس اداره نادي الزمالك هي اللي تفاقمت الموضوع. ولكن العروبه ويعني وحاجات كتير كويسه بين مصر والامارات على المستوى السياسي اعتقد هي دي اللي نفعت لعيبه نادي الزمالك انها تخرج. فبالتالي الدوري السنه دي هيكون دوري صعب، دوري فيه شغل كتير، داخل زي ما قلت على افريقيا. كل الكلام ده كله محتاج ان انت تركز فيه وننسى اللي حصل خلاص، النهارده ماتش وانتهى. ولكن الاهم اللي عايز اقوله ان انت رغم كل ده انا شايف ان احنا محتاجين كويس جدا 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 نركز ان انت عندك كاس عالم للانديه بمعنى تاني خالص غير كؤوس العالم اللي لعبتها قبل كده. فالتدعيم التدعيم التدعيم في يناير هو حد فاصل، حد فاصل، بس مش عشان كاس عالم للانديه، لا علشان انت محتاج ان انت
تكون مستعد بصف تاني. كولر ما عندوش صف تاني جاهز 100% او 100%، لا، في لعيبه كتير جدا على الدكه هو مش مقتنع بيها، ولعيبه ما تقدرش تشيل فرقه، ممكن تسد خانه وتأدي في فترات معينه. واخيرا حابب اتكلم على مشكله كابتن علي معلول. انا طبعا بلوم كابتن محمد رمضان على اللي هو قاله، لا الوقت ولا الطريقه ولا الاسلوب ولا اي حاجه خالص ينفع ان انت تتكلم على موضوع كابتن علي معلول كده. علي معلول هو حاجه كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي، لانه ضحى عشان النادي الاهلي. في فرق كبير جدا بين تبقى عندك لعيب كبير ولعيب مضحي، الفرق كبير جدا بين الاثنين. هو ضحى بانديه ممكن تديله، مش هقول انجازات لان هو عمره ما هيلاقي انجازات زي النادي الاهلي والاهلي اداله كتير، ولكن على المستوى المادي هو ضحى تضحيات كبيره جدا محتاج ان هو يتقدر عشانها. الوضع كله انا متخيل ان كابتن علي معلول بالذات هو نفسه يلعب كاس العالم للانديه. فكره انت تمشيها بكاس العالم للانديه دي محبطه جدا. انت بتتكلم على واحد مش مصري ضحى عشان فريق مصري محتاج يعامل معامله مختلفه، حتى لو انت كولر مش محتاجه. وبرضه عايز اكد ان انت كولر محتاجه، لان انت عندك نقص في الاجنحه، وعلي معلول سنا كبر لكن تقدر توظفه كجناح. انت بتوظف يعني لعيبه باكات اجنحه، انت يعني مش هتعرف توظف علي معلول. يعني انا مش مصدق الصراحه. يعني انت النهارده بتشوف لعيبه باكات، ومش عايز اذكر اسماء علشان كلنا عارفين مين الباك اليمين اللي نزله النهارده جناح مكان حسين الشحات علشان يدافع مكانه ومش عارف ايه وبتاع. طب يا جماعه اولى ان انت ممكن تلعب معلول جناح، لان انت معلول عنده قدرات هجوميه هايله. ودايما حتى كان ما يعيب على معلول دايما وانا انتقده في معلول سواء احنا او الجانب التونسي ان هو دفاعيا بطيء، ولكن على المستوى الهجومي هو يقدر يكمل حتى لو هو سنه كبير. معلول برضه 35 سنه، مش السن الكبير قوي يعني. اعتقد ان كابتن محمود الخطيب لازم يتدخل في الحته دي ويحل الموضوع بخبراته وحنكته ونضجه وخبراته اللي احنا معتادين عليها، وعنده حكمه في التعامل مع الموضوع ده. لان علي معلول يستاهل اكتر بكتير جدا من ان هو يعامل معامله لعيب خلص دوره ولازم يمشي. ومبروك تاني للنادي الاهلي بطوله نص الكوكب، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.